معانا دلوقتي منير أديب من سجن المزرعة مراسلنا هناك. ألو منير، ازيك؟ الو استاذ اماني، استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ منير، انت لحد دلوقتي ما تحركوش عبود الزمر وطارق الزمر من سجن المزرعه؟ هو يعني صدر قرار بالافراج من قبل المجلس العسكري يوم مساء الخميس الماضي. قرار الافراج كان مرتبط بموافقه مصلحه السجون بارسالها فاكس لمزرعه ترى. بالفعل تم ارسال الفاكس من قبل مصلحه السجون من ساعتين فاتوا، والان يتم تدبير الخروج. احنا بالفعل دخلنا سجن مزرعه ترى ودخلنا ملحق المزرعه، وهو ده السجن اللي موجود فيه عبود وطارق الزمر، واجرينا بعض الحوارات. قبل الحوارات يا منير، قول لي، اوصف لي كده الحاله من قبلها، يعني ازاي خرجوا، ازاي، هل انتوا كنتوا موجودين من قبلها؟ يعني اديني كده وصف تفصيلي احنا كنا موجودين تقريبا من الساعه 10 صباحا. كان التواجد الامني كان يبدو ضعيفا للغايه. انا شخصيا تجولت في كل السجون اللي موجوده في مزرعه ترى، واجريت حوار مع محمد الظواهري اخو ايمن الظواهري، واجريت حوار ايضا مع حمزه صفوت حمزه، ودوت المتهم الاساسي والرئيسي في مقتل الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا، محاوله الاغتيال. ودول كانوا موجودين في سجن شديد الحراسه اللي هو سجن العقرب. بعد كده ذهبنا الى سجن ملحق مزرعه ترى. انتظرنا امام السجن فيما يقارب ال6 ساعات. دخلنا تقريبا من ساعه الا ربع لعبود وطارق الزمر، ودخل الصحفيين والفضائيات كلها. هل في عدد كبير من الصحفيين؟ في حشد كبير؟ في حشد ضخم من الفضائيات. هو يعد عبود وطارق الزمر هم اقدم سجينين على مستوى العالم كله، تقريبا قضوا دلوقتي تقريبا 30 سنه. كان قرار الافراج كان مؤبد. كان قرار الافراج من المفترض ان هو في 2001. بعد قرار العقوبه اللي هي المفروض انتهت في 2001 قعدوا 10 سنوات حتى صدر القرار العسكري مساء يوم الخميس. قول لي، اللقاء مع الصحفيين كان فين؟ مكانه كان فين في السجن؟ داخل سجن ملحق مزرعه ترى. في قاعه ولا حاجه يعني؟ لا، ما انا هقول لحضرتك. هو منطقه السجون ديت اللي هي بمنطقه سجون ترى فيها عده سجون. فيها سجن المزرعه، وفيها سجن ملحق المزرعه، وفيها سجن شديد الحراسه او ما يسميه البعض بسجن العقرب، وسجون اخرى. احنا دخلنا منطقه السجون وتم توصيلنا بسياره تابعه للشرطه للسجن الخاص اللي موجود فيه عبود وطارق الزمر، وهو سجن ملحق مزرعه ترى. السجن دوت كان موجود فيه عبود وطارق فقط. في السجن كله؟ السجن كله مش موجود فيه الا عبود وطارق، لان طبعا لحساسيه عبود وطارق وللقضيه الخاصه بيهم، فتم نقلهم. هم في الاساس كانوا موجودين في سجن دمنهور طيله الفتره الاخيره، طيله ال30 سنه اللي فاتوا، ولكن ما بعد الثوره كان هناك احتمال ما بين الافراج وما بين الابقاء، ولذلك تم نقلهم لمنطقه السجون المركزيه في القاهره، وتحديدا في سجن ملحق مزرعه ترى. انا تساءلت السبب وراء وجودهم في السجن دوت، فقالوا لي ان السجن دوت في الغالب يعني من يدخل هذا السجن يعني لا يكون معروف بالضبط يعني طبيعه الاوضاع، يعني اوضاعه بتبقى خاصه على غير سجن مزرعه ترى اللي هو سجن المزرعه ده اللي فيه احمد عز والعدلي والمغربي. اللي هو معروف. هل ما وصلتلوش؟ ما قدرتوش توصلوا له؟ معروف اسمائهم، تبدو كل ما يخصهم معلوم للجميع. دخل عبود وطارق الزمر، وكانت هناك مساجلات ومظاهرات وفعاليات قام بها آل الزمر واعضاء الجماعه الاسلاميه والجهاد اللي بينتمي ليهم عبود وطارق الزمر، وبناء عليه تقدم المحامين الخاصين بعبود وطارق الزمر بمذكره للمجلس العسكري. تم البث في هذه المذكره وخرج قرار الافراج. قرار الافراج شمل عبود وطارق وشمل 58 اخرين من اعضاء جماعتي الجهاد والجماعه الاسلاميه. فقرار الافراج اليوم ليس خاص بعبود وطارق، وانما ضمن مجموعه 58 اخرين يضاف ليهم عبود وطارق الزمر. في اسماء تتوقف قدامها من ال 58 الاخرين؟
لا، هي عبارة عن أسماء، يعني أسماء أعضاء من الجماعتين، ولكن ممن قضوا 3/4 المدة، أو ممن تم اعتقالهم بدون حكم قضائي. هؤلاء الذين خرجوا لم يبقى في السجون لكن كلها حسب تصريح أحد محامي الجماعة، قال لنا لم يبقى في السجون سوى 150 تقريبا من أعضاء جماعة الجهاد والجماعة لكن ممن لم يصدر في حقهم أحكام. المجموعة متهيألي الإعلامية يا منير كانت كلها، أعتقد الاهتمام كله كان منصب على عبود الزمر وطارق الزمر. صحيح، يعني ولذلك كل الإعلاميين والصحفيين وكل وكالات الأنباء والفضائيات كانت موجودة أمام ملحق مزرعة ترى فقط. يعني الآخرون ربما مر على فترة سجنهم 10 سنوات 8 سنوات أو 12 عاما، وهم شخصيات غير معروفة لنا، ربما تكون معروفة لدى قيادات الجماعة ولكن غير معروفين للإعلام بشكل. اتكلموا مع الصحفيين عبود الزمر وطارق الزمر وقالوا ايه اهم حاجة اتقالت؟ يعني اهم النقاط التي تحدث فيها عبود وطارق هو اولا يعني وجه الاثنان شكر خاص للمجلس العسكري ولشباب الثورة، وقالوا انهم سوف يخرجون لممارسة دورهم الدور السياسي، وقالوا سوف ننتمي أو ننشئ أحزابا أو نمارس العمل العام من ضمن هياكل، سواء كانت هياكل سياسية مفعلة أو ضمن هياكل تنظيمية ولكن مرخصة من قبل الدولة، ربما يكون ذلك من خلال جمعية أو من خلال حزب. عبود وطارق الزمر يعني قالوا نحن لم نكن نتوقع خروجنا من السجن، هو كان مفاجأة لنا. قالوا أننا كنا نظن كل عام يمر علينا منذ إنهاء فترة العقوبة المؤبد 20 عام من 2001 ونحن نتوقع الخروج، ولكننا كنا نصاب بيأس وإحباط نتيجة مراوغة أجهزة الأمن كما قالوا، ولذلك فقدنا أي أمل في أي خروج ربما يتيح النظام الباد. قول لي كان في مؤتمر كمان هيتعمل في ناهية، وكان في حوار مع يعني السلطات حوالين هل يتنفذ او يتعمل او ما يتعملش، ولا الكلام ده ايه؟ لا اظن، ولكن هناك مشكلة الان موجودة. يعني اصر قوات الامن الموجودين في سجن ترى الان ان يتم ترحيل عبود وطارق الزمر الى مديرية الامن ويخرج من مديرية الامن، ولكن تجمع اهالي وآل الزمر امام السجن وتجمع بعض قيادات الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد وكلهم يهتفون الان ويرفضون فكرة ان يخرج عبود وطارق الزمر بهذا الشكل المهين، ان يتم ترحيله في سيارة ترحيلات الى مديرية الامن ويخرج من مديرية الامن الى ناهية. ولكن هناك نشرح بس الفكرة دي ليه مهين او مش مهين، انه ده المتبع في يعني جنائيا متهيألي دي القواعد المعمول بيها، يعني ايه الاهانة انه ينتقل الاول. لكن تم الافراج يعني منذ ايام قليلة على خيرت الشاطر وحسن مالك، وهم قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وكان حكم عليهما ب7 سنوات سجن، قضى منهم 4 سنوات فقط، ورغم ذلك تم الإفراج عنهم بقرار من المجلس العسكري، وخرج الاثنين من أمام نفس السجن، سجن مزرعة ترى، ولم يتم ترحيلهم لأي من السجون. يعني برضو دعني أقول لك، يعني حدث تباطؤ شديد في خروج عبود وطارق الزمر لأشياء كثيرة جدا، لأن فكرة الخروج دائما تكون مرتبطة بإعداد ملف عبود وطارق الزمر وإبلاغ النيابة العامة واختار مصلحة السجون من قبل المجلس الأعلى العسكري، وثم مصلحة السجون بتبعية الحال تقوم باختار منطقة السجون. قول لي منير، من 10 صباحا زي ما بتقول والإجراءات دي بتتبع، احنا دلوقتي الساعة تقريبا داخلة على 5:30 وما زال يعني الوضع عندك يعني زي ما هو. التأخير أسبابه ايه لحد دلوقتي؟ هل هو بس فكرة انه لا نخرج من هنا، لا الخروج من خلال مديرية الأمن، ولا في أسباب تانية أو إجراءات تانية معطلة الخروجهم لحد دلوقتي؟
يعني هو بداية الخروج، يعني برضو أنا بقول لحضرتك إن فكرة خروجه ما كانتش اليوم. يعني هو خروج صدر قرار الإفراج عن عبود وطارق زمر و58 آخرين مساء يوم الخميس الماضي. سبب التعطل من مساء يوم الخميس حتى الآن ان هو قرار الافراج مرتبط ببعض الاجراءات التي تبدو شكليه، ربما كاختار مصلحه السجون، اختار النيابه العامه كل ده جميل يا منير. قول لي بس اللي بيحصل حواليك بشكل فعلي، يعني قول لي دلوقتي ايه اللي بيحصل اللي انت شايفه. منير لو سمحت، ملاحظتك ايه على الحاله الصحيه لعبود الزمر؟ لانه كان في تصريح لزوجته في اذاعه لندن عن انه في حاله صحيه متدهوره، انت شايفه ازاي؟ يعني شفته عامل ازاي؟ هو بالفعل عبود وطارق الزمر بيعانوا معاناه شديده من العديد من الامراض، اهمها مرض السكر واهمها مرض الضغط، وهناك قدم سكري اصيب به عبود، ولكن تبدو الحاله الصحيه لهما جيده للغايه. هم خرجوا على ارجلهم، وقفوا قرابه الساعه الا ربع تصريحات امام الفضائيات. طب هم موجودين فين دلوقتي يا منير حاليا؟ هم الان تم اخراجنا من سجن ملحق المزرعه، واحنا موجودين الان في منطقه السجون، ولكن في داخل البوابه. هم بقى فين؟ هم شخصيا لسه جوه؟ هم ما زالوا في ملحق المزرعه، لان دلوقتي في تفاوض ما بين ان هم يروحوا بالفعل لمديريه الامن، ويرفض المتظاهرين وآل الزمر أن يتم ترحيله إلى مديرية الأمن، وبيطالبوا بالخروج من منطقة السجون. وأنا كم عدد يعني المطالبين أو اللي موجودين بره؟ يعني هو ربما العدد يبقى في حدود ما بين 2000 وما بين 3000، ولكن الآن أنا يعني شاهدت بعيني أتوبيس يدخل الآن إلى منطقة السجون. ربما يتم ترحيل في عبود وطارق، لأن جزء من فكرة رفض ترحيله ربما خروجه في سيارة ترحيلات خاصة، وأنه صدر في حقه قرارا بالإفراج، فهم يرون أن يعني ربما يصلوا إلى حل وسط يعني خلال الفترة القليلة القادمة. إلى حل وسط. والآن خرج بعض قيادات الجماعة الإسلامية في الميكروفونات، بلغوا رسالة من قبل الدكتور طارق الزمر، قالوا فيها على المتظاهرين أن ينصرفوا، وإلى أن يقوم كل واحد منهم بقيادة سيارته وينتظر عبود وطارق الزمر إلى أن يصل إلى مديرية الأمن. ومن مديرية الأمن سوف يتحرك الجميع إلى منطقة ناهية لاستقبال عبود وطارق الزمر في المنطقة التي نشأوا. منير، هل هتتابع هذه الإجراءات؟ يعني هتمشي معاهم، هتروح ناهية؟ يعني هو بالفعل المتظاهرين الآن كفوا عن الهتافات بعدما أبلغهم بعض قيادات الجماعة الإسلامية بما طلبه الدكتور طارق الزمر، وأبلغهم بشكل رسمي وأساسي أن يا جماعة عليكم الهدوء والتهدئة، خاصة أنه لم يبقى إلا دقائق للخروج. وكما أن دخلنا يعني حسب تعبير من أبلغهم في الميكروفون على لسان الدكتور طارق، كما دخلنا وبقينا في منطقة السجون طيلة هذه السنوات، يعني لم يبقى إلا دقائق ويتم الإفراج عنا. منير أديب، يعني هنرجع لك مرة تانية نشوف ونتابع معاك الوضع بالنسبة لخروج أو الإفراج عن عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر اللي موجودين دلوقتي ما زالوا في سجن المزرعة.